أول أوردر عملناه في نورس كيتشن كان الرز بلبن. أنا وأختي ما كناش مصدقين إن إحنا ممكن نشتغل ونعمل البيزنس بتاعنا، بس والدتي قالت لي انتوا بتعملوا رز بلبن جميل جدا. وقتها احنا كنا بنعمل رز بلبن بكذا فليفر أو بكذا طعم، كنا بنعمل بالفانيليا وكنا بنعمل بالمستكة. والدتي شجعتني إن أنا أعمل أطباق رز بلبن وأنزل للمحلات القريبة مننا أعرض عليهم الشغل دوت وإن إحنا نبيعه. بصراحة كلامها في الأول ما أقنعنيش وقلت لأ، مين هيشتري مني رز بلبن يعني؟ بس مع إلحاح شديد منها وتشجيع جامد جدا منها نزلت فعلا المحلات اللي حوالينا بعينات من الرز بلبن اللي احنا بنعمله. وبصراحة أدهشني رد فعلهم، عجبهم جدا، وكمان طلبوا مني اوردرات ان هم يعرضوها في المحل عندهم. والمفاجأة الأكبر إن فعلا أطباق الرز بلبن اتباعت. وقتها أنا مبقتش مصدقة نفسي، لولا تشجيع أمي ليا احنا ما كناش فعلا بدأنا في البيزنس بتاعنا أنا وأختي. وبيتهيألي احنا لو كنا استمرينا في نورس كيتشن بنفس التقدم اللي احنا كنا فيه، كانت نورس كيتشن هتبقى في حتة تانية خالص. بجد أنا بشكر والدتي على تشجيعها ليا، وبقول لها لولاكي ما كانتش نورس كيتشن شافت النور أبدا. ومن موقعي هذا بقول لكم صدقوا في نفسكم يا جماعة، واعملوا الحاجة اللي بتحبوها، علشان الحاجة اللي بتتعمل بحب بتوصل بحب. بس استمروا عشان توصلوا للي انتوا عايزينه.